يا رب بقى نعمل مشاهدة حلوة لتيتا ونخش على القناة فعل الجرس ونتفرج على حاجات تيتا عندها على القناة حاجات جميلة جدا يا جماعة. اتفرجوا على الحاجات القديمة هتلاقوا حاجات جميلة جدا. كل حبايبي اللي بيدخلوا لي ويقولوا لي كلمة حلوة وبيعملوا لي لايك وبيعملوا مشاهدة حلوة، ربنا يجازيهم كل خير وربنا يصلح حالهم وينجحوا في عملهم ويوفقهم جميعا يا رب العالمين. هقول لكم المقادير كلها وهحطها لكم في اخر الفيديو. على فكرة العزازية دي أكلة شتويه، تعمليها بالليل كده ما بتاخدش، بسيطه جدا، وتعمليها بقى تاكلوها دافيه كده ما فيهاش دسم كتير، تبقى حاجه حلوه واجمل من كل الحاجات الحلوه لانها خفيفه. ايه رايكم في المنظر؟ طريه في نفس الوقت ايه، مش هتضرب، جميله ازاي، تحفه. وبردت خالص على فكره، انا سبتها لما بردت خالص وبألف هنا وصحه. ايه رايكم في حبه المكرونه الاسباجيتي دول؟ هنعمل حلو جميل جدا. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن صحه وحياه. نعمل مع بعض النهارده بقى وصفه حلوه قوي. انا عايزه المكرونه دي تتسلق سلق كامل، تبقى مستويه او مهريه، يعني المكرونه بتاعتي استوت سوا كامل كامل كامل، بس عشان ميتها كتير ما عندناش ومفرفره وحلوه ازاي اهي. اقول لكم بقى احنا هنعمل ايه. عملنا الحجازيه الاسكندراني ونزلنا دي هتبقى ايه، العزيزيه الدمياطي. يبقى عملنا ايه قبل ما يستلقوا؟ عندنا كيلو لبن حليب اللي هو كامل الدسم جامسي، عندنا كوب الا ربع سكر، عندنا معلقه جوز الهند هنحطها في الخلاط تغليتين عشان تعملوها حلوه، عندنا ورقه فانيليا، عندنا معلقتين 2 نشا. هنضرب بقى ايه المكرونه دي في الخلاط وزودناها لبن. تخيلوا لما يحصل كارثه تكوني دايسه على شفشق الخلاط ويروح مطرطش ليكي بقى وانت بتشتغلي. شوفوا هنحط كيلو اللبن كله، بقيه الكيلو اللبن. وهحط الايه، ما رضيتش احط السكر معاه عشان ما ينعمهاش قوي، السكر، وهحط النشا، وهحط الفانيليا. ايه رايكم لو الواحد خدها بقى ضربه تاني في الخلاط هتنعم زياده عن كده وتبقى ايه، ما تقعديش تقلبي وتدوشي. حالاتنا تاني وهنحطه بقى شوفوا بقى ناعم بقى شويه اهو، بقى كده اقل من حب الرز كمان اهو. شفتوا المنظر ده؟ وبقيت التاني هنصفيه برده تاني اهو اهو، ونحطه بقى على النار يغلي، بس يبقى كده غلي كده. بقى انا جهزت الصينيه بتاعتي دهنتها دهنه خفيفه جدا زيت، بقى بدات تغلي اهي. شوفوا السمك بتاعها جميل ازاي، لا تقيله ولا خفيفه، عشان لما تيجي تخرطيها تتخرط معاكي كده كده. وعايزين بقى الناس بتوع دمياط اللي عارفينها على اصلها يقولوا لنا ايه رايهم، عملناها صح ولا فيها حاجه. ايه رايكم؟ يغلي كويس جدا عشان النشا طعمه ما يبانش، وبعد كده نقلبها في الصينيه كده. فضيناها بقى في الصينيه، شايفين المنظر، وخليناها السمكها مش هيبقى كبير، دي صينيه كام 30 في 30. هي سخنه همشيها حته زبده بقى فلاحي كده على وشها كده، وهي سخنه هتقوم ايه دهنه، عشان احنا عايزين نعرف عاملين دايت نعرف ناكل منها ما تبقاش دسمه قوي كده اهو كده اهو كده اهو. وبعدين هتدهن كلها من غير ما نحط الزبده كتير. شوفوا بتلمع اهي، ونروح حاطين طبعا هنحطها من تحت ربع ساعه عشان تاخد ارضيه كده، ومن فوق تحمر وشها. هحط بقى عليها شويه سكر كمان، رشه سكر كده تزود الوش حمار وجمال. وكده خلصنا. هاجي على الوش واروح بقى ماسكه شويه سكر كده ورشه على الوش كله رشه سكر، عشان كده انا قللت الربع كوبايه الحبه الزياده دول عشان ايه، ارشهم على الوش لاجل يبقى مظبوط قوي العيار. الشغل كله سخن ليه؟ علشان ما تاخدش معايا وقت في الفرن، ايه كلها حاجه سخنه عايزه تتمسك بحاجه. بقى بتغلي في الفرن ازاي، هرفعها بقى على تتحمر في المنظر الجميل ده. شايفين بتغلي ازاي؟ اكنها رز معمر، اللهم صل على النبي، واكنها مليانه سمنه واحنا ما حطيناش حاجه مثقله ذره. ده بقى مش شعره السكر اللي حطيناه، اللهم صل على النبي. شايفين لسه بتغلي لحد دلوقتي اهي، بالصلاه على النبي طالعه تحفه اهي. شايفين الشكل والجمال كده. الحجازيه دي لو اتعملت بسكر دايت هتنفع له الدايت وتبقى جميله جدا، لان لا حطينا عليها سمنه ولا عليها حاجه ان هي دسمه. لو انت عامله دايت اعملها بسكر دايت او بعسل ابيض هتطلع تحفه وتاكلي منها. شوفوا اللمعه اللي فيها جميله ازاي. تعالوا بقى اما نطلع مقطع ونتفرج عليه على النبي. احنا كان معانا 200 جرام شعريه اسبكت، سلقناهم سلق كويس جدا، وكان معانا
كيلو لبن جاموسي اللي هو على وشه قشطه والجميل ده، وكوب سكر 200 جرام، و3 معالق بتاع ده نشا، وورقه فانيليا. وكل الوصفه بتاعتنا كل اللي كلفته لنا كده وضربناه في الخلاط وعملنا فيه ايه وغليناه على النار ودقناه في الفرن خد وش. روعه 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 وجميل وحاجه حلوه.